بعد الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي من جديد. إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله. رجعت لكم اليوم في وصفة. أولا نقول لكم صحة رمضانكم، بما أن جيت متأخرة شوية بصح معليش. هذا الفيديو كنت مسجلته من قبل وكنت ندير له المونتاج ونبدأ معاكم. هنايا جبت لكم شوربة فيرميسال، تجي قنبلة في البنة مع خبز تركي. في قدرة ولا في طاجين كيما هكذا. درت شوية نتاع اللحم، كيما تقدروا ديروا شوية نتاع الدجاج اللي كان متوفر عندكم. هنايا راح نقلي هذاك اللحم تاعنا شوية هكذا حتى يبدا يحمر معانا، وراح نضيف له حبة نتاع بصل مكرفجة. البنة في هذا الشربة كي تخلوا هذاك اللحم تاعكم يتقلى مليح حتى يتحمر، وراح نضيف له حبة نتاع البطاطا مقطعة كيما راكم تشوفوا، حبة نتاع السرودية ولا الجزر. اذا راح نقلي كامل المكونات. بطبيعة الحال راح نضيفوا الزيت، نقليهم مليح مليح، نخلي البنة تاع اللحم مع البصل تدخل في هذيك الخضرة مليح. وهنايا كانوا عندي زوج حبات تاع الطماطم، قطعتهم هكذايا كيما راكم تشوفوا وضفتهم على المكونات تاوعي، ونحرك ونخلوها تتقلى مليح في غرضها. ما نضيفوش التوابل حتى في الاخير باه ما تحرقناش هذيك التوابل. راح نضيف الملح هنايا ونخلط، ومن بعد نبداو نضيفو قبل ما نمرقو راح نضيفو البهارات. عندنا بهارات هنايا، ضفت فلفل اسود، فلفل احمر، ضفت زنجبيل، كركم، وضفت الكيري. نتوما عندكم راس الحانوت ديروا راس الحانوت من الافضل. انا عندي هكا بهارات مختلطين، راح نخلط وراح نضيف ليهم ملعقه كبيره نتاع طماطم مصبره هكذا. وكنت دايره الماء يسخن، راح نمرق هذه الشوربه نتاعي كيما راكم تشوفوا. قبل ما نمرق راح نضيف هنايا الحمص تاعي كان طايب، راح نضيف هكذا كمشه نتاع الحمص ونمرقه، ونخلي الخضره نتاعي هذه مع اللحم الطيب، نغلق عليها ونخليها طيب هكذا. بعد ما تطيب هذيك الخضرة معانا راح نحوها ونحو هذاك اللحم. بالنسبة للحم راح نفتو هكذا، نديرو فتيت صغار، والخضرة راح نرحوها، وراح نضيفو لها راح نضيفو لها البهارات، نضيفو لها ملعقة تاع طماطم مصبرة. اذا كيما راكم تشوفوا داك اللحم قطعته هكذا وضفته للشوربه نتاعي، ولا الخضره كيما راكم تشوفوا ريحتها في هذا الاهله. وراح نضيف عليها الماء سخون، وراح نضيف عليها طماطم مصبره وبهارات، وراح نضيفها معكم على هذه الشوربه. اذا بما انه الشوربه كي تغلي معنا راح تنقص لنا المرقه نتاعها. ضفت هكذا هذيك الخضره مع الماء اللي زدته هكذا، ونخلو الزيت تغلي هذيك الشوربة نتاعنا مع هذيك الخضرة اللي رحيناها. في الأخير راح نضيفو الفرميسال تاعنا، وراح نضيفو ملعقة نتاع نعناع يابس. أنا كان عندي نعناع يابس، نتوما من الأحسن تضيفو القزبر إلا كان عندكم. أنا ما كانش عندي، ضفت غير النعناع اليابس. راح نعطيها ذوق رائع لهذه الشوربة نتاعنا، ونخلوها تغلي شوية ونطفو عليها. ومن بعد راح نروحوا للوصفة الثانية، وهي الخبز التركي هذا اللي مشهور بزاف في رمضان هنا في تركيا، وما تخلاش المائدة التركية منه. حنروحوا مباشرة للمقادير. عندنا كاس غير مملوء نتاع حليب دافي، وكاس نتاع ماء دافي. بالنسبة لهذا المكونات تقدروا تضعفوهم. عندنا ملعقة نتاع خميرة الخبز، عندنا ملعقة نتاع السكر، وراح نخلطوا هذا المكونات هكذا مع بعض. وراح نضيفوا 2 ملاعق نتاع الفرينة، وخلوا هذيك الخميرة تتفاعل لي مع هذه المكونات، نغطوها ونخلوها تتفاعل. بالنسبة للحليب ماشي كامل مقيدين باه يحطوا الحليب في هذا الخبز، كاين اللي يحضروه فقط بالماء فقط. المهم يكون دافي في كي يكون الحال بارد شوية. وكيما راكم تشوفوا بعد ما خلطنا هذا المكونات نغطوه هكذا لبضع دقائق، ونخلو الخميرة نتاعنا تتفاعل كيما راكم تشوفوا. بعد ما تفاعل معنا راح نضيفو نصف ملعقة نتاع الملح، وراح نضيفو كاس إلا ربع نتاع الزيت، كاس تاع اتاي صغير، وراح نخلطو. إذا بعد ما خلطنا كامل هذه المكونات مع بعض
من بعد نبدأ نضيفه في الفرينة بشوية. وبالنسبة للفرينة فنتبقى على حسب المكونات اللي درتيهم وعلى حسب الكمية نتاع الخبز اللي راح ديريها، نضيفو ونخلطو حتى نتحصلوا على العجينة اللي أنا نحوسو عليها. بالنسبة للعجينة تكون شوية تلصق في اليدين كما راكم تشوفوا. هذه هي العجينة تاعنا بعد ما نليموها، شوفوا هذا هو القوام تاعها. راح نغطوها ونخلوها تخمر معانا. وشوفوا البنات العجينة خمرت معايا ما شاء الله. خلوها تخمر في غرضها وراح نحطها هنا على طاولة العمل، وراح نقسمها على 2 لحد لي 2 خبزات نتاع هذا الخبز التركي اللي يسموه بيدا رمضان عندهم. جبت سنيوة كما راكم تشوفوا، درت فيها الورق الطهي وراح نخبز الخبزة الأولى بهذه الطريقة، ومن بعد نغطيها ونخليها تخمر. والخبزة الثانية ثاني نديرها في سنيوة أخرى ونغطيهم نخليهم يخمروا ونعاود نرجع ليكم. بعد ما خمرنا الخبز تاعنا هذا راح ندلو هذه الطريقة بصبعتيا هكذا، نحاولوا ما نخسرولش خمورية غير هكذا. شوفوا البنات هذه الطريقة تاع الأتراك في هذا الخبز تاع البيدا تاع رمضان. وراح نجيبو صفار بيضاء وراح نطلي الوجه نتاع هذا الخبز هكذا من الفوق. طريقة سهلة وراح يجي خفيف هذا الخبز ويجي هايل في المذاق نتاعو. وراح نزينوه بالججلان كما راكم تشوفون، نزينوه بحبة الحلاوة هذه والحبة السوداء هكذا. وراح ندخلوه للفرن يكون مسخن من قبل، وبعد ما يتحمر لنا من الفوق ومن تحت راح نخرجوه. بالنسبة للخبزة الثانية نفس الطريقة بهذه الطريقة. شوفوا الطريقة نتاع كيف نديرو هذا الخبز تاعنا يجي هايل البنات. بالنسبة أنا الخبزة الأولى درتها عادي وبلا ما نزيد لها السميد، هذه درت شوية نتاع السميد فوقها ودرتها بهذه الطريقة. بعد ما خرجناها من الفرن شوفوا البنات راه يتشهي، يجي روعة، يجي خفيف ريشة ويجي قطني وما يتشبعش. هذا الخبز قلت لكم مشهور بزاف هنا في تركيا. هذا الخبز راح نقسم لكم وتشوفوه كيف يجي خفيف من الداخل، وخاصة تقدموه مع هذيك الشربة فيرميسيل تاعنا. الله الله يجي روعة وبصحتكم. جربوا الوصفة البنات ما راحش تندموا. بالنسبة للخبز يجي كما راكم تشوفوا طري وخفيف وما يجيش معجن. المهم الصورة راهي تبين النتيجة هايلة البنات. وشربة الفرمسة اللي حضرناها مع بعض كما راكم تشوفوا تجي خاثرة وتجي بنينة بزاف. البنات جربوها بهذه الطريقة خاصة مع هذاك الخبز راح تجي روعة. وفي الأخير ما عليا غير نقول لكم إلا عجبتكم ولا عجبكم الوصفة تاع اليوم ما تنسونيش باللايكات والتعليقات تاعكم محفزة. سلام، تلاقوا في وصفة أخرى إن شاء الله.